السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من مطبخ حنان. اليوم ان شاء الله وبحول الله غنصايبوا هاد لي ميني كيك اللي كيجيو رائعين جدا بكريمه المندرين اليوسفي. كيجيو زوينين بزاف. بقاو معايا وتبعوا الفيديو من البدايه للنهايه ومرحبا بكم كما العاده. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 2 بيضات، كنحتاجوا كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كنحتاجوا 2 كيسان ديال الدقيق، كنحتاجوا ملعقه ديال الخل، واحد القبيصه ديال الملح، كنحتاجوا 2 ساشيات ديال الخمارات وساشي ديال الفاني. كنبداو باول مرحله بحال ديما غادي نديروا البيض وغادي نزيدوا عليه السكر وغادي نزيدوا ايضا الساشيه ديال الفاني وغادي نديروا ايضا قبيصه ديال الملح وغادي نضربوا هاد العناصر مزيان عاد نكملوا باقي المراحل. كنزيدوا الزيت، نص كاس ديال الزيت كما قلت لكم، العبار ديما بالكاس ديال العنبه. غادي نزيد ملعقه ديال الخل كيساعد على ان هاد الكيك اولا لي كاب كيك اولا لي ميني كيك لي صغار كيجيو مفشفشين من الداخل ورطبين. وغادي نزيد الحليب وغنخلط مزيان هاد العناصر. ممكن تستعملوا حتى الخلاط اليدوي، الخلاط الكهربائي. انا هنا اكتفيت غير بالخلاط اليدوي. كنضيف الدقيق طبيعه الحال من بعد ما نغربلوه 2 كيسان، يعني هنايا العبار اللي عطيتكم فهو مضبوط جدا. كما شفتوا انا راه غربلت الكميه كامله، يعني 2 كيسان، لان انا متيقنه انه غادي يجي نيشان، يعني العبار راه مضبوط. ديروا 2 كيسان فالعبار راه نيشان. كنخلط الدقيق غير شويه، يعني ما كنخليش حتى كيغبر، كنخلطو غير واحد شويه. وغادي نزيد عليه 2 ساشيات ديال الخمارات، يعني كمرحله اخيره كنديروا الخمارات هما الاخرين ديما في لي كيك اولا في الحلويات كاملين، باش يكون المفعول ديال الخماره يعني هو هذاك كنزيدوها في اخر مرحله، حيت الا درناها من الاول فما كتخمرش مزيان، كيكون المفعول ديالها مشى. يعني في الاول ما ديروهاش ديما، اي حاجه المخبوزات اولا هكا لي كيك اولا ديما الخماره خليوها لاخر مرحله مع الدقيق باش كتكون النتيجه ديالها زوينه وكيجي الكيك زوين. صافي كنخلط مزيان يعني حتى كيبان ليا ان الخليط رطاب. صافي كنخليه واحد ربع ساعه قبل ما كنديرو في ليمون اللي غادي نديرو فيهم. خديت هاد الليمون هادو في اول مرحله دهنوهم بالزيت، دهنوهم كاملين بالزيت ومسحوهم مزيان بالبابي كويزين، عاد غسلوهم لان كيكون مازال لاصق فيهم الالومنيوم. ومن بعد ما خليت الخليط ارتاح تقريبا 15 دقيقه، قد ما خليتو هاد الخليط ديال لي ميني كيك اولا الكاب كيك قد ما خليتوه يرتاح فكيجي زوين بزاف، كيجي زوين وكيجي هشيش من الداخل. هنا كنحاول انني نوزع هاد الكميه ديال الكيك على هاد الليمون. كما شفتوا هزوا تقده وحده، يعني ديروا فيهم قد من بعد عينكم ميزانكم غادي تشوفوا الى واحد عامر على الاخر راه غادي تصايبوا بيناتهم. بالنسبه لهاد القياس عمر ليا 12 حبه، هاد الكميه هذه فعمرت ليا كما شفتوا 12 حبه. الا بغيتوهم منتفخين اكثر اولا كبار ديروا 10 ديال الليمون، ولكن كما شفتوا فالكميه كافيه ل 12 حبه. بالنسبه للطياب فغادي طيبوهم عادي بحال الطياب ديال الكيك، هما راه كيطيبوا دغيا ما كيتعطلوش بزاف، تقريبا نصف ساعه كيكونوا واجدين على عافيه متوسطه، يعني ما تجهدوش عليهم وما تنقصوش بزاف. ماشي بحال الكيك، يعني هما راه كيطيبوا دغيا ما كيشدوش الوقت بزاف وكيجيو طايبين حتى من الداخل.
كما قلت لكم هاد الليمون هادو ضروري انكم من قبل دهنوهم بالزيت مزيان مزيان باش كتساعدوا على داك الالومنيوم كيتحيد منهم. هذا بالنسبه للاستعمال اول مره كدهنوهم بالزيت، من بعد كتمسحوهم شي زويف اللي رطب اولا بالبابي كويزين، عاد كتغسلوهم مزيان مزيان وينشفوا تعاودوا تمسحوهم. صافي هنا غادي ندخلهم مباشره الفرن وغادي نوريكم منين طابوا كيفاش جاو. قبل ما ندخلهم غادي نديرهم في واحد اللاطه، يعني ما غاديش ندخلهم هكا نيشان، غادي نحطهم في واحد اللاطه يطيبوا فيها. وهذا الشكل ديالهم من بعد ما جبتهم من الفران كما شفتوا كيجيو في هذا القوام هذا وكيتحيدوا بسهوله لاننا من قبل دهنا ليمون، دهناهم بالزبده ورشيناهم بالدقيق، يعني راه كيتحيدوا بكل سهوله. ممكن تستعملوهم البسبوسه اولا هكا الكيك، مازال نصايبوا بهم حويجات زوينين. ونتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوهم. بالنسبه لكريمه المندرين فغادي نحتاجو هنا 2 كيسان ديال العنبه عامرين ديال هاد المندرين اليوسفي اللي كما كتعرفوا فراه كيكون حلو، كيكون فيه الماء كتير. انا غنوريكم هاد الوحيده هادي كيكون فيه العصير يعني بكثره. انا عندي هاد المندرين عندي مميز كيعجبني بزاف لانه كيكون حلو، ما كيكونش فيه العظم بزاف وكيكون فيه الماء كتير. غادي ندير معاه 2 معالق ديال النشا، وللضروره الا بغيتو تزيدوا معاه معلقه اولا 2 ديال السكر. غادي نخلط هاد العناصر. كندير الليمون كما قلت لكم 2 كيسان عنبه ديال المندرين. هذا المندرين اليوسفي كيكون متوفر في هذا الوقت. غادي نزيد عليه كما شفتوا 2 معالق ديال السكر ما عامرينش، ديك المعلقه راه ما كبيراش بزاف. وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال النشا. كنحرك هذا الخليط هذا قبل ما غنديروه في النار، كنحركو مزيان مزيان حتى كيذوبوا ليا كاع العناصر. عاده من بعد كنديرو فوق البوطه. مع التحريك المستمر ضروري ما تغفلوش عليه خصوصا من الجوانب، لان اي حاجه درنا فيها النشا فهي كتلتصق من الجوانب، يعني ضروري التحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط. انتم غتشوفوه من بعد ما كيعقد كيفاش كيولي. كيولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا. صافي دابا كنطفيو عليه النار. كما شفتوا هو غادي هو كيعقد، يعني ما حد هاد الكريمه كتبقى كتبرد وهي كتعقد. وغنبداو مباشره نعمروا الكيك ديالنا من بعد ما برد في هاد الفتره اللي كنا كنوجدوا فيها الكريمه. دابا راكم عارفين الحال راه بارد. صافي كنحاول اني نوزع هاد الكريمه كامله. كتجي بنينه بزاف، يعني صدقوني جربوا هاد المقادير وجربوا هاد الطريقه فكتجي زوينه بزاف، كيجي المذاق ديالهم زوين. بالنسبه لهاد الليمون هادو فراهم ماشي صغار بزاف، يعني راهم وافيين. كنوزع هاد الكريمه كامله على هاد الليمون، على هاد لي ميني كيك.
بالنسبه للتزيين فهو اختياري، ممكن تخليوهم بحال هكا، ممكن تزينوهم كما غتشوفوا. طريفات من المندرين على هذا الشكل هذا، قياس مثلثات صغار وحطيتهم في الجوانب. من بعد ضفت حبات ديال البلوبيري على هذا الشكل هذا. نتوما عندكم الاختيار، زينوا باش ما بغيتو، ممكن كما قلت لكم تكتفيو غير بالكريمه، فراه كتجي رائعه جدا. اخيرا نتمنى ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، وبحال ديما ما تنسونيش من لي جيم ولي كومونتير، والى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.